السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. احنا النهاردة مكملين مع بعض أسئلة الجزء الأولاني للبيئة. تعرف ان النظام الجديد أهم حاجة فيه حل الأسئلة. يعني ايه حل الأسئلة؟ يعني انت بتحل أسئلة متنوعة من مصادر كتير قوي، سواء كان من منصات أو من كتب خارجية أو أسئلة إعداد شخصي للمعلم ذات نفسه. لو كانت الشرح مهم قوي قوي فالأسئلة أهم بكتير قوي من الشرح ذات نفسه. احنا مع بعض هنتعلم ازاي نحل أسئلة، ازاي ان انت السؤال عندك بدايل ازاي تتعامل معاها، امتى ان انا استبعد البدايل، طب امتى ان انا اعمل عمليه تحويل وترجمه للبدايل، امتى او ازاي احل الاسئله المقالي. الاسئله المقالي خلي بالك ان انت عندك مقالي في نهايه العام الدراسي لازم تتعود عليه من دلوقتي. مع بعض هنحل الاسئله المقالي، هيبقى فيه واجب كل مره ان شاء الله انت بتحله معانا عشان نتدرب مع بعض على حل الاسئله ازاي. تعالى بقى الجزء اللي احنا خدناه في البيئه، تعالى نحل اسئله كده عشان نطبق اللي احنا خدناه مع بعض. السؤال الاول بيقول: كان التعامل الانساني مع البيئه محكوما باطار الحكمه الروحيه لا العلميه في اغلب الاحيان في مرحله. انت لو انت فاكر انت كان عندك مجموعه من المراحل: صون واحترام، استغلال وسيطره، تفسير وتوظيف، تقديس وتأليف. انا ببدا ابص كده على السؤال، لازم اتعلم بقى دلوقتي، انا بعلمك ازاي ان انت تحل السؤال. اول حاجه لازم تقرا السؤال كله وحده كليه زي ما انا عملت كده، وبعد كده ترجع تقراه تاني. طيب، التعامل الانساني مع البيئه محكوما باطار الحكمه الروحيه. ايه ده؟ يعني بيتكلم في الحاجه الروحيه، الحاجه اللي مش ملموسه، الحاجه اللي مش محسوسه، لا العلميه. هو ما كانش بيعتمد على العلم نهائي. طب ده صون واحترام؟ انا هقول لنفسي وانا بحل ان الصون والاحترام تشريعات وقوانين وايقاظ اخلاقيات البحث العلمي. لا، وانت بتحلي تعمل كده بالظبط زي ما انا بعمل. استغلال وسيطره ده استفاده من الموارد، لا مش دي. تفسير وتوظيف، التفسير والتوظيف هو عايز يفهم العالم، فهم العالم الطبيعي، لا. الاجابه الصح تقديس وتأليه. يبقى انت بتحل كده بالظبط زي ما انا بحل. السؤال الثاني بيقول: ظهور الدراسات العلمية التي تعتني، يعني ايه يا دكتور بتعتني؟ بتهتم بالخصائص التكاملية للأرض والمية فيزيائيا وحيويا وثقافيا، وتوجيه الإنسان للتعامل السوي مع بيئته الطبيعية. أي مثال يوظف العبارة السابقة؟ ركز بقى هنا حبيبي، هو هنا بدأ إن هو يديك إجابات طويلة. طب أنا هعمل إيه في الإجابات الطويلة دي يا دكتور؟ بمنتهى البساطة إحنا هنتعلم إزاي نحولها مع بعض. طيب، بيقول لحضرتك تعليلات طاليس لنشأة الكون. تعليلات طاليس لنشأة الكون دي مرحلة التفسير والتوظيف. انا هكتب هنا بالظبط كده، ده تفسير وتوظيف. طيب، أدعية الفراعنة للنيل دوت تقديس وتأليه، هكتب هنا كده تقديس وتأليه. طيب كمل. الأمطار الحمضية وثقب الأوزون دي مرحلة اللي احنا بنسميها القهر والاستبداد. طب كمل. انتشار منظمات حماية البيئة ده صون واحترام. كمل. تعليلات طاليس لنشأة الكون دي اللي احنا بنسميها مرحلة التعليلات اللي هي التفسير والتوظيف. انتشار منظمات حماية البيئة اللي هي صون واحترام. خلي بالك هو عايز مرحلتين: انتشار منظمات حماية البيئة صون واحترام، أدعية الفراعنة للنيل اللي هي تقديس وتأليه. ماشي، أنا كده عملت إيه؟ أنا كده حولت البدائل. طيب أبدأ بقى أبص هنا كده: ظهور الدراسات العلمية اللي بتعتني بالخصائص التكاملية للأرض والماء في الماء فيزيائيا وحيويا وثقافيا. يعني دراسات علمية يعني بتدرس، يعني عايزة تعمل تفسير وتوظيف، يبقى أنا هكتب هنا كده تفسير وتوظيف. طيب، وتوجيه الانسان للتعامل السوي يعني احترام وصون. هبدا ابص هنا كده، فين التفسير والتوظيف والاحترام والصون؟ جيم. يبقى الاجابه الصح بتاعتنا هنا كده هي جيم. تعليلات اهي: تفسير وتوظيف، انتشار منظمات حمايه الانسان، صون واحترام. انا بحل بمنتهى البساطه كده ومنتهى الهدوء، ببدا ان انا احل. طيب 3، تعالى كده معايا: الثورة الجينية واجتياح الطبيعة لحد الاستباحة والاستنزاف، الأمر الذي جعل الفلاسفة يتحركون نحو إنشاء نظريات أخلاقية ملائمة لهذا الغرور والصلف العلمي. يعني إيه؟ يعني بقى فيه غرور قوي جدا من الإنسان مهدد للجميع،
تدل العبارة السابقة على أحد مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. ابدأ بقى يلا حول معايا. التدمير والتخريب، أنا هبدأ أفكر. دي اللي هي القهر والاستبداد. الوعي والالتزام اللي هي الصون والاحترام. تعالى كده ما نقلل بس شوية الخط. الصون والاحترام. التوضيح والاستفادة اللي هي مرحلة التفسير والتوظيف. مرحلة التفسير والتوظيف. الخضوع والخنوع اللي هي التقديس والتأليه. طيب هو هنا بيقول لحضرتك ان بقت مهددة للجميع، بقى في ثورة جينية، بقى في اجتياح للطبيعة. يعني احنا اضرينا بالطبيعة. اجي ابص هنا كده، ايه المرحلة اللي احنا اضرينا فيها الطبيعة؟ بمنتهى البساطة التدمير والتخريب. يبقى انا بتعلم ازاي ان انا احول البدائل، وعلى اساس البدائل دي ابدا ان انا احل. كانت إيزيس عند الفراعنة امرأة تحمل علامة العرش على رأسها، أحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس، يمثل ذلك أحد مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. يلا مع بعض تعالى نحول. إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي، برافو عليك أنا سامعاك. احترام وصون أو صون واحترام. العبادة اللي هي التقديس والتأليه، برافو عليك. تغير مظاهر الطبيعة، احنا غيرناها في ايه؟ في القهر والاستبداد يا دكتور. اكتب كده القهر والاستبداد. استخدام المنهج التجريبي، ده المنهج التجريبي ظهر في العصر الحديث. يبقى هنا العصر الحديث دوت اللي هو كانت مرحلة ايه؟ الاستغلال والسيطرة. اوعى تنسى انت عندك المنهج التجريبي العصر الحديث اللي هو الاستغلال والسيطرة، اما العصر المعاصر فهو كان ظاهر فيه القهر والاستبداد. اوعى تنسى. طيب هنا إيزيس كانت بتحمل، يعني هي المرحلة دي كانت الإله فيها، أو هي الطبيعة كانت بتعامل على شكل إله. يبقى وأنا مغمضة عبادة مظاهر الطبيعة. شفت كده؟ بنحل كده بالطريقة دي تلاقي الدنيا معاك مش زي الفل. يقول الزغبي لقد أنفق فلاسفة البرجماتية. البرجماتية دي بص بقى حبيبي، لازم تتعلم حاجة. حتى لو في كلمة أنت مش فاهمها في الأسئلة، أنت استشفها كده من معنى السؤال. احنا بنقول مثلا في العربي أو في الإنجليزي، يجي مستر يقولك إيه؟ لو في كلمة أنت مش فاهمها افهمها من معنى السؤال. انا مش عايزاك تقف عند كلمه، يعني وانت بتحل الاسئله في الامتحان ما تجيش تقول انا مش فاهم كلمه البرجماتيه وتفضل قاعد طول الوقت في الامتحان مشتت نفسك ان انت مش فاهمها وبتدور على اي حد يقولها لك. ابدا لا، انا هقولها لك بس بعد ما نقول السؤال. لقد انفق فلاسفه البرجماتيه، انا مش فاهماها. بداية من هاروني اللي هو فيلسوف إلى راؤولي، جهد كبير لجعل الكائنات البشرية، الكائنات البشرية اللي هو احنا، ذات تميز وتفرد. يعني ايه؟ يعني مفيش حد زينا. يعد موقف الفلاسفة مثالا لمرحلة ايه؟ انا مش فاهمه كلمه البرجماتيه دي، بس انا فاهمه من السؤال ان احنا عايزين نخلي الانسان ذات تميز وتفرد، يعني الانسان مفيش زيه على الكوكب، يعني هو وبس ومصلحته هو وبس. يعني احنا عايزين تفسير وتوظيف. تفسير وتوظيف ده فهم العالم الطبيعي؟ لا. قهر واستبداد، احترام وصون، استغلال وسيطره. الانسان بدأ يتعامل مع مصلحته فقط، بدأ يبص على مصلحته بس، بدأ ان هو يبص للعالم دوت كله ولا حاجة قدام هو بس في مرحلة واحدة اللي هي القهر والاستبداد. ده انا حليت صح وانا مش فاهم في كلمة البرجماتية. يعني ايه كلمة البرجماتية؟ كلمة البرجماتية يعني النفعية او المنفعة. يبقى انا حليت حتى لو انا مش فاهمة الكلمة. تمام؟ يبقى حتى لو احنا مش فاهمين احنا بنقدر ان احنا نحل، ما عندناش اي مشكلة في كده. 6. إن تطور معرفة الإنسان جعله يستزيد من جشع التكنولوجي، محاولة فرض سيادته على الطبيعة. طول ما أنا بحل كده أنا ماسكة القلم وعمالة أكتب الطبيعة للحد. تعالى كده ما نغير لون القلم عشان يبقى لون مختلف عن، خلينا هنا أزرق، تيجي نخليه ده. تعالى. للحد الذي بات فيه الامر مفزع، تتنافى. ما انا لازم اتعود عشان انا طالب شاطر، لازم اتعود ان لازم اقرا النهايه للسؤال. تتنافى دي معناها يعني عكس الكلام اللي موجود. طيب
انا هعمل ايه في الحاله دي؟ انا اول حاجه هشوف فوق المرحله بتتكلم عن ايه. ان تطور معرفه الانسان جعله يستزيد من جشع التكنولوجي، يعني هو بيفرض سيادته. طب فرض السياده دي كانت مرحله ايه؟ دي كانت مرحله القهر والاستبداد. بس انا مش عايز القهر والاستبداد، ده انا عايز العكس تتنافى. عكس القهر والاستبداد الاحترام والصون. طيب ادور هنا على فين الاحترام والصون؟ تدمير وتخريب، ده قهر واستبداد، انا مش عايزاها. لو قال لي يمثل يبقى تدمير وتخريب، لكن هو قال لي العكس. الوعي والالتزام، الوعي والالتزام هي الاحترام والصون، يبقى الاجابه ب. طب جيم، جيم دي اللي التوضيح والاستفاده، اللي هو التفسير والتوظيف. د اللي هي التقديس والتأليه. طيب 7، تدرس الأسس النظرية لعلوم البيئة من جهة، وتطبيق الأسس على البيئة الطبيعية تطبيق طبيعي من جهة أخرى، من أجل علاج التدهور البيئي المستمر. يعني هي عايزة تحط حلول. طيب البيئة لغويا المكان الذي يعيش فيه الإنسان، باء وتبوأ أي نزل وأقام. لا، البيئة اصطلاحيا كل ما يحيط بالإنسان يؤثر فيه ويتأثر به. لا، البيئة عند ابن عبد ربه كل ما يحيط برضه بالإنسان يؤثر فيه ويتأثر فيه، وسط أحيائي، وسط مكاني، وسط جغرافي، سياسة وعادات وتقاليد. لا، امال ايه هي اللي كانت بتدرس البيئة وبتحط حلول للمشكلات اللي عملها الإنسان، أثرت على الكون، أثرت على الطبيعة، وعلى رأسها الإنسان. برافو عليك، فلسفة البيئة. يبقى أنا بحل كده. 8، يذكر في كتاب اسمه منشو سي الصيني أن من المعبودات التي سادت لفترة من الزمن قديما عبادة السماء. كانوا بيعبدوا السماء باعتبارها عالم حي متحرك حسب نظام دقيق محكم، وأن كل ما في العالم من قوة إنما هو خاضع لسلطان السماء. يشير ذلك لمرحلة من مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. لازم تتعلم إن إحنا بنقرأ السؤال للآخر أهو. ألف، تقديس وتأليه، استفادة من الموارد البيئية. يلا حول معايا الاستفادة اللي هي الاستغلال والسيطرة، العبث بمقدرات، القهر والاستبداد. يلا مع بعض، الاحترام والصون، او الصون والاحترام، هي واضحه ما فيهاش اي مشكله. طيب هو هنا بيتعامل مع القوى العالم ان هي خاضع لسلطان السماء، يعني السماء هي اللي بتحركها، وهنا في عباده للسماء. يبقى عباده، يبقى احنا شغالين في مرحله التقديس والتأليه. في مرحله التقديس والتأليه ألف اللي هي هنا. تعالى كده مع بعض. تحول طاقة الرياح التي تعد من مصادر الطاقة المتجددة من طاقة حركية إلى طاقة كهربائية أو ميكانيكية، وذلك عن طريق التوربونات. يبقى احنا عندنا طاقة رياح، احنا عايزين نستفيد منها لأقصى حد ممكن. طب هنستفيد منها ازاي يا دكتور؟ عن طريق ان انا هحول من طاقة متجددة لطاقة حركية وطاقة كهربائية. طب انا عايز اسألك سؤال، هل انا لما انا احول طاقة الرياح هل انا اضريت بحد؟ لا، انا كل اللي عملته ان انا استفدت بس منها. استفدت بس منها. دي مرحله كانت ايه؟ تعالى كده انا هسال نفسي، هل دوت فيه خضوع وخنوع؟ هل هنا انا قدسته الله؟ لا. طب ده فيه صون واحترام؟ الصون والاحترام هي مرحله ايقاظ اخلاقيات البحث العلمي، هي مرحله استخدام التشريعات والقوانين عشان الحد من سيطره الانسان، وعشان الانسان يبدا يعمل احترام للبيئه واحترام للكائنات الحيه الاخرى. يبقى مش صون واحترام. طب هنا عبث بمقدرات الطبيعه اللي هي قهر واستبداد. انا ما ضرتش حد، انا كل اللي عملته ان انا هاخد طاقه الرياح واحولها من طاقه حركيه لطاقه كهربائيه، يعني انا شغاله على الاستفاده من موارد البيئه بالظبط، اللي هي مرحله احنا بنسميها الاستغلال والسيطره. يبقى الاجابه الصح ب. عرفت كده يا معلم؟ يبقى احنا بالطريقه دي بنحول البدايل. تعالى كده مع بعض. حاول الإنسان التعمق في كيفية حدوث الظواهر، إزاي الظواهر بتحصل، الجغرافية
وعلاقتها بالسكان والتنميه. يمثل ذلك احد مراحل تعامل الانسان مع البيئه. اقرا السؤال لنهايته، اوعى ما تقراهوش. ايقاظ اخلاقيات البحث العلمي، يلا حول معايا، اللي هي مرحله ايه؟ انا سامعاك وانت بتقول الاحترام والصون يا دكتور. طيب عباده مظاهر الطبيعه، البعبد، اعبد دي يعني تقديس وتأليه، لازم احول البدايل. تغير مظاهر الطبيعه، القهر والاستبداد، ظهور الحضارة اليونانية. ده الحضارة اليونانية دي ظهرت مع الفلسفات الطبيعية اللي هي مرحلة التفسير والتوظيف. طيب الإنسان بيتعمق عشان يفهم، عشان يعرف إزاي حصلت، كيفية حدوث الأشياء. يعني إيه كيفية؟ يعني إزاي هي حصلت. طيب يعني عايز يفهم، يعني عايز يتعمق، يعني عايز يعرف. طب في أي مرحلة من المراحل دي؟ أكيد في مرحلة التفسير والتوظيف اللي هي ظهور الحضارة اليونانية. يبقى الإجابة الصح هنا، برافو عليك، د. تعالى هنا، يلا كله بيحل معايا وانت قاعد، احنا بنحل مع بعض وانت بتحل معايا وبتشوف هل الإجابة اللي انت حلتها صح ولا غلط. يقوم العلماء بفحص الأنظمة البيئية من أجل عمل تنبؤات حول ديناميكيات النظام الحقيقي. ايه الكلام الصعب ده؟ لا، ما انت تعود نفسك ان احنا بنحل مع بعض اسئله صعبه، اسئله صعبه قوي، اسئله صعبه جدا، اسئله متوسطه، اسئله فيها فكره. ليه؟ لان احنا النظام الجديد قايم على الاسئله اللي فيها افكار. يعني انا ما اقعدش احل اسئله سهله 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 وفي الاخر خالص الاقي ان الامتحان جاي لي مش ده مستواي. لا، احنا بنحل اسئله متميزه شبه اللي بتيجي في الامتحان بالظبط. يقوم العلماء بفحص الانظمه البيئيه. طيب بتفحصيها ليه يا عم الحاج؟ من اجل عمل تنبؤات حول ديناميكيات النظام الحقيقي وتوليد فرضيات. يعني ايه فرضيات؟ افكار حولها، ومحاكاة تجارب واسعة النطاق. بيعمل تجارب واسعة النطاق. التجارب اللي هو بيعملها دي قد تكون مكلفة أو لا أخلاقية لإجراءها على نظام بيئي حقيقي. يعني إيه الكلام ده؟ فهم كده بالراحة. كما إنها تمكن من محاكاة العمليات البيئية على فترات زمنية طويلة جدا في غضون دقائق في نماذج الكمبيوتر. إيه السؤال ده؟ ده حتة سؤال عبقري. تعالى كده اما نشوف. يقول لحضرتك العلماء بيفحصوا الأنظمة البيئية عشان يعملوا تنبؤات. التنبؤات دي يعملوا بيها تجارب لا أخلاقية مكلفة للغاية. طب التجارب دي بيعملوها في المعمل؟ قال لك لا، ده بيعملوها في نظام بيئي حقيقي، يعني بيطبقوها في البيئة الحقيقية اللي الإنسان عايش فيها. بيعملوها بالنظام الكمبيوتر في غضون دقائق. بيعملوا تجارب لا أخلاقية، استغلال وسيطرة، ده استفادة، تفسير وتوظيف، فهم العالم الطبيعي، احترام وصون، ده بيعمل تجارب لا أخلاقية. طب ايه المرحلة اللي هو بيعمل فيها تجارب لا أخلاقية؟ تفتكر أني واحدة من دول كده لما أنا أعمل تجارب ما فيهاش أخلاق مكلفة، أعملها في نظام بيئي حقيقي؟ أكيد الكلام دوت منطقيا موجود في مرحلة القهر والاستبداد، يبقى داري. كان المصريين القدماء يقدسون الإله أبيس، إله خصوبة الأرض، الذي مثل على هيئة عجل. تجسد العبارة أحد النقاط الرئيسية للفكر البيئي في مصر القديمة، وهي طيب هو المصريين كان عندهم إله اسمه الإله أبيس. الإله أبيس كان على شكل عجل. طب كتاب الموتى هو أقدم كتاب مصور عرفته البشرية، كان وسيلة للتقرب للآلهة؟ لا، مش هو. تقديس المصري القديم لنهر النيل، ده هو كان بيقدسه نهر النيل، بيعمل له التراتيل وبيعمل له الأناشيد؟ لا. طيب تعويذة إعلان البراءة كان بيقولها المصري القديم بعد ما يموت، أنا بريء من كذا وكذا وكذا؟ لا. ده الطبيعة مصدر إيحاء للديانة المصرية. طب فين المصدر الإيحاء هنا يا دكتور؟ ما هم خدوا من الطبيعة اللي هو العجل على شكل الإله بتاعهم اللي هو الإله أبيس. يبقى بمنتهى البساطة الإجابة هي د، الطبيعة مصدر إيحاء للديانة المصرية. تعالى كده ما نشوف 13. يقول واحد اسمه سوفوكليس: أشد الأسى إننا أدركنا أننا السبب الوحيد في كل المحن التي تواجهنا. يجسد ما تحته خط وما بين قوسين موقف الإنسان من البيئة في مرحلة إيه؟
بص بقى حبيبي، هو هنا في السؤال عارف ان السؤال دوت ممكن يحتمل اجابه او اتنين، فهو عشان كده بيقول لك انا مش عايز ده كله، انا عايز اللي تحت الخط دوت فقط لا غير. طب انا هبص كده، بس قبل ما ابص تعالى نحول البدائل مع بعض بمنتهى البساطه. الانسان البدائي، مين الانسان البدائي؟ ده الانسان اللي هو اتولد اول واحد، اللي ما كانش عارف اي حاجه. انا بقول لنفسي كده، ده مرحله التقديس والتأليه. طيب العصر الحالي الذي نحياه الآن ده مرحلة الصون والاحترام. ماشي يا دكتور، خلينا معاكي. الحضارة اليونانية، من الحضارة اليونانية؟ يلا مع بعض، مرحلة التفسير والتوظيف. العلم المعاصر، العلم المعاصر المرحلة اللي الإنسان فيها بهدل البيئة، بهدل الطبيعة، اللي الإنسان فيها عمل استنساخ وعمل هندسة وراثية. مين هو؟ اوعى تنسى، مرحلة القهر والاستبداد. يعني عارفين يا مستبد بتاع الكاظم الساهر، هو بالظبط كده بهدل هنا الطبيعة. طيب ارجع هنا كده، بيقول السبب الوحيد في كل المحن التي تواجهنا احنا. طيب ايه المرحلة اللي الانسان فيها كان السبب في كل المحن اللي موجودة؟ كان موجود في مرحلة واحدة فقط، وهي القهر والاستبداد، اللي هي العلم المعاصر. يبقى احنا بنحل بالطريقة دي. 14 دراسة تهتم بتأسيس رؤية جديدة لمسؤولية الإنسان عن مستقبل الحياة على هذا الكوكب، يعد ذلك تطبيق لمفهوم الفلسفة النفعية، البيئية، البرجماتية، النظرية. يعني ايه برجماتية؟ كلمة البرجماتية يعني النفعية، يعني جيم وألف واحد، يبقى دول لأ أنا استبعدتهم. يبقى أنا عندي ب وعندي د، البيئية والنظرية. ده أنا أصلا ما عنديش فلسفة نظرية. ليه؟ لأن الفلسفة اللي احنا شغالين عليها كلها تطبيقية، فكده د غلط. يبقى الإجابة الصح هي ب، البيئة هي الإجابة الصح. لقد كان التساؤل حول الكون حاضرا بقوة عند أفلاطون، وظهر ذلك في بحثه عن مسائل التشكل والنمو للكائنات الحية. يجسد ذلك إحدى مراحل الإنسان وعلاقته بالبيئة، وهي، يلا تعالى نحول مع بعض كده يا قلبي بالراحة. ظهور الفلسفات الطبيعية، الفلسفة الطبيعية ظهرت في مرحلة التفسير والتوظيف. يلا نكتب. إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي، إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي في الصون والاحترام. برافو عليك، برافو عليك يا محمد زي اللي بتحل معايا. يلا. عبادة وتقديس الظواهر الطبيعية، الإنسان عبد في التقديس والتأليه. برافو عليك. إحداث تحولات بين الكائنات، عملنا تحولات في مرحلة الإيه؟ القهر والاستبداد. برافو. طيب انا كده حولت زي الفل. تعالى كده بقى تساؤل. في اسئله، الاسئله دي حوالين ايه؟ حوالين الكون، وفي بحث عن مسائل تشكل النمو الكائنات الحيه، ازاي الكائنات الحيه ظهرت. يبقى الاجابه الف ولا ب ولا ج ولا د؟ يلا فكر كده معايا، يلا قول كده. برافو، سامعاك بتقول الاجابه هي ظهور الفلسفات الطبيعيه اللي هي التفسير والتوظيف. أكدت المحكمة الدولية مسؤولية شركة كيماويات فرنسية عن الأضرار اللي أحدثتها نشاطاتها، وألزمتها بدفع مبلغ 87,000 دولار كتعويض. يعد ذلك مثالا على مرحلة ده في محكمة وفي قوانين وفي تشريعات وفي ألزمتها ودفعت غرامات. تفسير وتوظيف، التفسير والتوظيف دوت فهم العالم الطبيعي؟ لا. طيب تعال نكمل كده. قهر واستبداد، لا هم عملوه قهر والاستبداد، لكن احنا مش بنتكلم في اللي عملوه، احنا بنتكلم في ان المحكمه خلتهم يدفعوا مبلغ تعويض. لا مش قهر واستبداد. طيب استغلال وسيطره، الاستفاده من الموارد البيئه، هم هنا ما استفادوش، ده المحكمه الزمتها بدفع غرامه. يعني احنا عندنا قوانين، يعني احنا عندنا تشريعات، يعني احنا عندنا الزام للانسان بان هو يحافظ على البيئه. يبقى دي مرحله الاحترام والصون. 17 ضروره منع تدهور الانشطه البيئيه مع ابقائها قادره على تلبيه حاجات الانسان الاساسيه. توضح العباره دعوه الفلاسفه والعلماء، وهي فكر دعوه الفلاسفه والعلماء: 2 احترام 1 اقامه، 2 احترام 1 اقامه. احترام الكائنات الحيه الاخرى، احترام حقوق الاجيال المقبله، اقامه التوازن ما بين السيطره على البيئه والاستفاده القصوى من مواردها. اوعى تنسى. طيب
انا همنع التدهور ماشي يا عم، بس في نفس الوقت ابقائها قادره على تلبيه حاجات الانسان. همنع مع ابقاء. يبقى احترام حقوق الكائنات الحيه الاخرى، مفيش كائنات حيه اخرى في السؤال. احترام حقوق الاجيال القادمه، فين الاجيال القادمه؟ في مستقبل ولا في تنبؤ ولا في توقع ولا في اي حاجه. ضروره وقف التقدم العلمي والتكنولوجي، بذمتك لو انا جيت للانسان قلت له وقف التقدم العلمي والتكنولوجيا هيسأل فينا؟ لا، ده مستحيل. لكن انا ممكن اعمل التوازن بين ان انا اسيطر على البيئه واستفيد من مواردها من غير ما اضرها. يبقى الاجابه هنا دي. 18 بيقول لحضرتك تشمل موارد الميه، الحشرات، تربه الارض، مساكن الجو، نقاوته، تلوثه، الطقس. تشير العباره لاحد انواع البيئات اللي نص عليها التعريف الاصطلاحي. يعني الكلام ده انهي بيئه من البيئات دي؟ طيب، البيئه الطبيعيه اللي هي الجبال والانهار والمحيطات وكل ما يحيط بينا. البيئه العضويه اللي هو اعضاء جسم الانسان الداخليه. البيئه الفكريه اللي هي الافكار، اللي هي الاراء. البيئه الاجتماعيه العادات والتقاليد، دي البيئه الاجتماعيه. طيب، هو بيقول ميه، حشرات، تربه ارض، مساكن، جو. يبقى اكيد احنا بنتكلم في البيئه الطبيعيه اللي هي كنا بنقول عليها بيئه خارجيه، اوعى تنسى. 19 بيقول في ديمتر هي رمز لإنبات الأرض، ربة الزراعة عند اليونان، هي رمز الأمومة في التراث والميثولوجيا الأفريقية. طب أنا مش عارف يعني إيه كلمة ميثولوجيا أفريقية، مش مهم، استنبط دوت من الكلام. طيب، هو بيقول ديمتر رمز الإنبات، ربة الزراعة. يعني إيه ربة الزراعة؟ يعني إله الزراعة عند اليونان. طب انت عايز ايه؟ دي انهي مرحلة من مراحل تعامل الانسان مع البيئة؟ يلا تعالى نحاول مع بعض. خضوع وخنوع، تقديس وتأليه، برافو عليك. الاستفادة، استغلال وسيطرة. العصر الحديث، العصر الحديث اللي هو نشأ فيه برضو اللي هو الاستغلال والسيطرة. واحد. طب العصر الراهن اللي احنا عايشين فيه اللي هو الاحترام والصون. طب احنا هنا بنتكلم في، تعالى كده اما نشوف السؤال، احنا هنا بنتكلم في عباده، وبنتكلم في رمز الانبات وربة الزراعه ورمز الامومه، يعني اله الامومه. يبقى اكيد احنا بنتكلم، برافو عليك انا سامعاك، في الخضوع والخنوع اللي هو التقديس والتأليه. سؤال 20 الموضع الذي يستقر فيه الانسان. يعني ايه الموضع؟ يعني المكان اللي انا واقفه فيه دلوقتي. يعني انا موجوده في المعادي، ده الموضع بتاعي. يعني انا موجوده في التجمع، ده الموضع بتاعي. يعني انا موجوده في بني سويف، المكان اللي انا عايشه فيه. يبقى الموضع اللي بيستقر فيه الانسان، سواء كان دار، ساحه، شاطئ نهر، شاطئ بحر، او في الارياف او في البراري، يبقى المكان بقى وتبوأ اي نزل واقام. يبقى هنا احنا بنتكلم في البيئه ايه؟ بنتكلم في البيئه لغويه. فاكر البيئه اللغويه دي كانت عند مين؟ اوعى تنسى، البيئه اللغويه كانت عند ابن منظور، اما البيئه الصلاحيه كانت عند ابن عبد رب. اوعى تنسى. 21 تحدث ابن خلدون من خلال اسهاماته في مجال البيئه عن اثر الهواء في اخلاق البشر طباعهم. احد الامثله التاليه يناسب ذلك وهو. يبقى انا كده بيقول لي ان انا عايز مين؟ عايز ابن خلدون. طيب، عن اثر. طب انا عايز ابن خلدون في ايه؟ عايز ابن خلدون في اثر الهوى في اخلاق البشر. يبقى انا بحدد لنفسي كده اثر الهوى في اخلاق البشر وطباعهم. يعني انا مش عايزه ابن خلدون في اقامه مجتمعات، يعني انا مش عايزه ابن خلدون في سياسه، مش عايزه ابن خلدون في مباني، في اقوات. انا عايز في الهوى والاخلاق والطبائع. طيب، صعوبه اقامه مجتمعات عمرانيه في الصحراء الغربيه، انا هاجي اقول لنفسي كده دي اقامه اللي هو مجتمعات صالحه للعمران ومجتمعات غير صالحه. لا، هو عايز طباع مش دي. يشعر الافراد في الشتاء باعراض النزلات المعويه نظرا لتغيرات المناخ. هو بيقول هنا مناخ، بس المناخ هنا ملوش علاقه بالطباع، ده ليه علاقه بالامراض. لا، مش دي. صناعه اسقف المباني في البلدان الممطرة على شكل مثلث بسبب الأمطار الغزيرة، ده احنا هنا بنتكلم في مباني فوق احنا عايزين طباع وعايزين أخلاق. لا، مش دي. تعالى كده. قوة السكان الجبال البدنية وعنادهم. ده انت عنيد، ده العناد دوت طبع بشري
وتشبثهم بآرائهم واعتزازهم بأنفسهم. يبقى هي دي بالظبط. يبقى احنا بنتكلم هنا في الطباع وبنتكلم في السمات البشرية. يبقى الإجابة الصح هي د. طيب تعالى كده نشوف سؤال 22. يقول كانت: نكون مخطئين إذا ما اعتبرنا الطبيعة منحت الإنسان مزايا خاصة عن غيره من الحيوانات بما وهبته من منافع، بل هي لم تبخل عليه كغيره من الحيوانات. يعني هو عايز يقول ان الانسان زيه زي الحيوانات بالظبط، مفيش اي مزايا الطبيعه ادتها للانسان. انا هكتب لنفسي كده واقول الانسان، تعالى كده اما نكتب هنا: الانسان يساوي الحيوان وغيره. طيب كتاب الموتى لا ما فيهوش اي قصه. تعويذه اعلان البراءه لا برضو ما فيش اي كلام فيه مساواه. الطبيعه تمثل الطاو، يعني الطبيعه هي الكيان الذاتي للاشياء، يعني الطبيعه هي المبدا الذاتي للاشياء. احنا هنا مش بنتكلم في الفكره دي خالص. امال احنا بنتكلم في فكره ايه؟ فكره المساواه عند الصينيين القدماء. يبقى الاجابه هي ج، اللي هي فكره المساواه. تعالى كده السؤال اللي بعده 23. عقد مؤتمر عالمي للإنسانية في جنيف كان من أهم بنوده نشر قناعة عند الإنسان ليفكر في أبعد حدود الحاضر وأبعد من فكرة المصالحة الحالية، أن يكون مستقبل الأرض جزء من تفكير البشر. من خلال فهمك لبنود المؤتمر فإن أحد ما يلي يوافق تلك الرؤية، وهي من خلال الكلام دوت معناه يتساوى كل من الإنسان والحيوان في الحق في عدم الأذى. الحق في عدم الإيذاء دوت. احنا كنا بنتكلم في المساواة ما بين الإنسان والحيوان، اللي احنا كنا بنتكلم في توم ريجان اللي هو مبدأ الحق في عدم الإيذاء. الموقع الجغرافي أثر في الإصابة بالأمراض ابن رضوان. أنا بحل كده بالظبط. كل جيل عليه مراقبة الآثار السلبية للتكنولوجيا لحماية الأجيال التالية. ده احنا هناخده بعد كده حاجة اسمها بتاع هانز يوناس ودانيال كالهام. للهواء اللي هو البرد أو الحر أثر في أخلاق البشر. دوت اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو مين؟ اللي هو ابن خلدون. طب أنا حولت كده، تعالى بقى نشوف الإجابة الصح. عقد مؤتمر في جنيف أهم بنوده نشر قناعة عند الإنسان ليفكر في أبعد من حدود الحاضر وأبعد من فكره والمصلحة الحالية، وأن يكون مستقبل الأرض. يبقى احنا بنتكلم في المستقبل، مستقبل الأرض. يبقى احنا بنتكلم في الأجيال التالية، الأجيال اللي هتيجي بعد كده. يبقى احنا بنتكلم هنا في جيم هي الإجابة الصح. السؤال اللي بعده: إن التقنية الحديثة قد قدمت. أنا عايزاك وأنت بتحل تبقى مركز، تعمل اللي إحنا بنقوله كده بالظبط، إن أنت تحول البدايل، تركز كويس قوي. السؤال وحدة كاملة تقراه وبعد كده تقرا بديل. عايزاك تركز وتحل أسئلة كتير جدا من مصادر متنوعة زي ما إحنا قلنا. كل ما تحل أسئلة كتير قوي كل المعلومة تثبت جوه دماغك. إحنا خلاص ما بقاش عندنا فكرة الحفظ، إحنا الحفظ عندنا انتهى. امال عندنا ايه؟ عندنا ان احنا نفهم، عندنا ان احنا نتعلم، عندنا ان احنا نحلل، عندنا ان احنا نحل اسئله بطريقه متنوعه وكتير. تعالى كده: ان التقنيه الحديثه قد قدمت للانسان وسائل تدميره في اطار براق من الصعب على اي شخص مقاومته، كما ان الطمع في الوفره الماديه قد قدمت الانسان للهلاك. وكل ذلك يجسد انقلاب العلاقه بين الانسان والبيئه انقلادا لا يفضي الا للخراب. يا ستار يا رب. بيقول ان العلاقه بين الانسان والبيئه بقى فيها خراب. تتناقض. ايه ده؟ تتناقض دي يعني الايه؟ تتناقض دي يعني العكس. يعني هو فوق بيقول ان العلاقه ما بين الانسان والبيئه بقت علاقه خراب. الخراب دي احنا كنا خدناها في مرحله ايه يا دكتور؟ كنا خدناها في مرحله القهر والاستبداد. بس هو مش عايز القهر والاستبداد، ده عايز عكسها. هو عكس القهر والاستبداد ايه؟ بفكر مع نفسي كده. ده عكسها الاحترام والصون. تعال اما نشوف كده الاحترام والصون فين. الف تقديس وتأليه، لا. تعليل واستيضاح اللي هي تفسير وتوظيف. اكتب امسك ورقه وقلم واكتب. الوعي والالتزام، الوعي والالتزام هي الاحترام والصون. امال الظلم والعبث؟ الظلم والعبث اللي هي القهر والاستبداد. طب انا ليه مش هختار الظلم والعبث؟ عشان عايز تتناقض، يعني عايز العكس. يبقى الوعي والالتزام اللي هي الصون والاحترام.
25 أثبتت دراسة أن النسب التي تكون عليها الغازات في الغلاف الجوي للأرض لها فوائد متجددة يوميا، وبها يقوم الغلاف بدوره في تغذية الحياة على الأرض وحفظها من أن تنالها عوامل الإبادة. يعني إيه الإبادة؟ يعني إن هي تنتهي من الأشعة المحرقة وغيرها. طيب، تعبر السطور السابقة عن الخلل البيئي، القصور البيئي، التعدي على الطبيعه، التوازن البيئي. بص هنا كده، ده بيقول لحضرتك ان في غلاف جوي ليه فوائد، الفوائد دي بتعم على الارض وان هي تنالها عوامل الاباده. يعني احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها التوازن البيئي، عشان كده الاجابه د. اطلق جان جاك روسو على الانسان تلك المرحله المتوحش الطيب، وهي المرحلة التي تعمل فيها الإنسان تعامل فيها الإنسان مع الطبيعة بحب ممزوج بين الانبهار والتوجس. يعني الإنسان كان منبهر بالبيئة، منبهر بالطبيعة، وفي نفس الوقت في توجس. يعني إيه توجس؟ يعني خوف منها. طيب، الخوف ده كان في أنهي مرحلة؟ اوعى تنسى. تعالى كده، سن التشريعات هي مرحلة الاحترام والصون. لا، الخضوع والخنوع، فهم والتوظيف، تخريب وتدمير اللي هي القهر والاستبداد. اكتب المصطلحات دي ورايا. لا، الانسان كان خايف، كان شايف ان البيئه هي مقلقه، هي موحشه، هي وحش، فعشان كده اتمسكن له يا عيني وعبده. كان في مرحله الخضوع والخنوع اللي هي التقديس والتأليه. تعالى كده السؤال اللي بعديه. في الوقت الذي اعلن فيه العالم انتصاره على الطبيعه احكم قبضته. انا هقول لك انا احكمت قبضتي عليك. يعني ايه احكمت قبضتي عليك؟ سيطرت عليك جدا على مقاومتها ونواميسها. يعني ايه نواميسها؟ قوانينها. بس حتى لو انا مش فاهم كلمه ولا هتفرق معايا وهعرف احل السؤال. تبين انه لم يزد منظومته الثقافيه الا تفكيكا اضطرابا بتعبير واحد اسمه سيرج لاتوش. تفسر العباره ما قام به الانسان في مرحله ايه؟ الانسان احكم قبضته في مرحله ايه؟ تعالى كده، احداث تحولات تعالى نحول بسرعه. احداث تحولات في مسار مكونات البيئه اللي هي القهر والاستبداد. الفلسفات الطبيعيه مرحله التفسير والتوظيف. التحكم والاستفاده، الاستغلال والسيطره. الحمايه والاصلاح، الصون والاحترام. طيب، الإنسان أحكم قبضته، سيطر على الطبيعة، أضرها، قهرها، استبدها. كانت في مرحلة ألف، إحداث تحولات. يبقى الإجابة الصح هي ألف. 28 تسعى إلى محاولة التعامل مع المعضلات البيئية. يعني إيه كلمة معضلة؟ كلمة معضلة يعني مشكلات. يبقى أنا هاجي أكتب هنا كده كلمة معضلات يعني مشكلات بيئية. مش بس ان انا احط الحلول، مش بس ان انا اجيب مشكلات، لا، ايجاد حلول لها. افاده البشريه بطرحها لقضايا مختلفه تهم الانسان كانسان وتهم الطبيعه. يعبر ذلك عن راي. تعال نحول. بص الاسئله، اسئله تقيله. تعالى كده، راي ابن منظور في لسان العرب. راي ابن منظور دوت اللي هو المعنى اللغوي. انا بكتب لنفسي كده. احد فروع الفلسفه التطبيقيه فلسفه البيئه. احد فروع الفلسفه المثاليه. يا عمي ده انا ما عنديش، انت هتضحك عليا. راي ابن عبد ربه في العقد الفريد، ده المعنى الاصطلاحي. تعالى حل يا معلم. بيقول لحضرتك مين اللي كانت بتحط حلول للمشكلات؟ بتحط حلول للمشكلات اللي عملها الانسان، اثر على البيئه واثر على الطبيعه وعلى راسها الانسان. دوت كان موجود في ايه؟ دوت كان موجود في، اوعى تنسى، فلسفه البيئه. فلسفه البيئه اللي هي احد فروع الفلسفه التطبيقيه. يبقى الاجابه الصح ب. تقدر الزياده الحاليه في المتوسط السنوي لدرجه حراره الهواء في منطقه البحر المتوسط بحوالي 1.5 درجه مئويه، متجاوزه معدل الحراره العالميه، فيما تشير المعطيات الصادره عن خبراء المناخ الى ارتفاع متوسط درجه الحراره السنويه من 1 ل 1.8 درجه مئويه. يعني هو بيقول لك الطبيعي 1، احنا بقينا 1.8%. الطبيعي نص، احنا بقينا 1. يعني احنا ما بقيناش في الطبيعي. طيب، العباره تدعو لايه؟ لهدر الخامات والموارد، التأكيد على ازدهار الكائنات الحية، لصون وحماية البيئة، تشجيع التنوع البشري واللا بشري. هو بيقول لحضرتك ان انت بوظت البيئة وبوظت الهواء من نص لدرجة مئوية
تجاوزتها. بيقول لحضرتك ان انت ارتفعت من 1 ل1.8. طب ده بيدعوك لايه؟ بيدعوك حافظ بقى، كفايه بقى، كفايه ان انت تبهدل البيئه. لا، دي دعوه، اكيد مش ان انا اهدر الخامات والمواد، دي دعوه لصون وحمايه البيئه. الاسئله دي من الاسئله اللي هي المفتوحه. يعني ايه سؤال مفتوح؟ دوت بيكون سؤال مستويات عليا تطبيقيه، هو بيعتمد اكتر على انت بقى ذاكرت الوحده كلها او الفصل كله، استفدت منه ايه. وخلي بالك ده هنا دعوه. طب انت عارف انا ممكن بقى انا واضع سؤال اشيل لك كلمه دعوه دي واقول لك دوت يجسد ايه؟ يجسد هدر الموارد. طب دعوه لايه؟ دعوه لصون وحمايه البيئه. يبقى انت لازم تقرا السؤال لاخره عشان تقدر تحل كويس. 30. الموت الاسود كان يدوم من 2 ل4 اشهر في الفتره ما بين مارس ومايو. كان تكرار ظهوره سنويا يدعم الاعتقاد ان مصر هي الموطن الاساسي له. ليه؟ بسبب فيضان نهر النيل، رطوبه الاراضي، يمثل ما سبق اهتمامات. مين اللي اتكلم في علاقه البيئه وخصائص المكان بالامراض والاوبئه؟ مين؟ ابن رضوان، لاوتسي، ابن خلدون، ولا ابن عبد ربه؟ لا، اللي اتكلم في علاقه الانسان وعلاقه البيئه بالامراض والاوبئه هو ابن رضوان. ذكر واحد اسمه هيرودوت أن موت بعض الحيوانات كان يعقبه حداد شامل ألم عميق في مصر القديمة باعتبارها مأوى أنا بقول لنفسي أهو لشخصيات الآلهة المتعددة عند المصريين القدماء. يشير ذلك لأحد مظاهر الفكر البيئي عند المصري القديم وهو كتاب المأوى، كتاب مصور. لا، احترام المصري القديم للبيئة، تقديس نهر النيل، تعويذة إعلان البراءة. احنا كنا بنقول ان هي مأوى لشخصيات الآلهة، مصدر للديانة. كنا بنقول احترام المصري للطبيعة واعتبارها المنهل او المصدر للديانات. يبقى الإجابة الصح هي ب. 32. أكد علي بن رضوان في أفكاره البيئية على أثر البيئة في الأخلاق والعادات والتقاليد. أي مثال يؤكد العبارة؟ هو هتسهل. تعالوا نشوف. طبيعة المكان، مدى جودته أو تطرف المناخ له علاقة بانتشار الأمراض. طب هنا مناخ وأمراض، لا مش هي دي عايزها، أنا عايز بيئة وأخلاق وعادات وتقاليد. أنا بقول لنفسي كده. أخبرني بجغرافيا أي مجتمع سأخبرك بما يمكن أن يصيبه من أمراض. لا، أنا برضو مش عايز أمراض، أنا عايز أخلاق وعادات وتقاليد. إن كثرة تكرار الأمراض في وقت يعود للحدث النفساني. برضو أنا بتكلم في أمراض وأنا مش عايزها. تنال احتفالات سقوط الأمطار. احتفالات يعني دي عادات، أيوة يعني دي تقاليد. نصيب كبير من سكان الصحراء يعني البيئة الصحراوية خلتهم عندهم عادة اسمها احتفالات سقوط الأمطار، هي مش عندنا. يبقى هنا الإجابة الصح هي د، إن البيئة بتأثر في العادات والتقاليد. 33. تعالى بقى حلو السؤال ده، تعالى كده بالراحه نحل. معاك ورقتك، معاك قلمك، الالفاظ اللي احنا بنقولها تكتبها عشان تبقى عارف الجديد على طول. تعتبر الحمايه من اشعه الشمس القويه والحاره في المناطق الحاره من الامور الضروريه، فمنذ القدم وسكان هذه المناطق يعملون على حمايه انفسهم منه باستعمال طرق مختلفه. يعني هم بيحموا نفسهم من اشعه الشمس القويه والحارقه بان هم يلبسوا أغطية الرأس أو المظلات، لبس الأوشحة. يعني إيه الأوشحة؟ اللي هي الملابس الفضفاضة اللي هي الواسعة. تبرز العبارة السابقة أحد الأفكار الأساسية عند ابن خلدون وهي أثر البيئة في نوعية البشر. لا، انعكاس الموقع الجغرافي على الملبس. هي دي ليه يا دكتور؟ أغطية رأس، مظلات، لبس الأوشحة الفضفاضة يعني اللبس الواسع. يبقى إحنا بنتكلم في نوع الملبس، يبقى ب. 34. يرتبط تخصص الهندسة المعمارية بعلاقة متلازمة مع المناخ، حيث أنه لا يوجد مشروع مهما كان نوعه إلا وارتبط بالمناخ. عايز أبني بيت، لازم أبص في تأثير الشمس رايح وجاي، لازم أبص في المناخ. يبقى مفيش حاجة هندسة معمارية إلا لازم ترتبط بالمناخ. أنا بقول لنفسي
حيث انه لا يوجد مشروع الا وارتبط بالمناخ من ناحيه الطبيعه، الاشعاع الشمسي، حركه الرياح واتجاهها. مين اللي اتكلم يا زينب في المناخ والبيئه مع الهندسه المعماريه؟ يعني ايه يا دكتور هندسه معماريه؟ يعني مباني، يعني مساكن، يعني بيوت. مين اللي اتكلم في المباني والمساكن والبيوت؟ يلا معايا يا كابتن، يلا اصحى كده. ابن خلدون، ابن رضوان، مصريين قدماء، الطو دول بتوع الطبيعه، المصريين القدماء بتوع الموتى وبتوع اعلان البراءه، اللي ابن رضوان بتاع امراض واوبئه. ايوه هو ده، هو مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون اللي قال علاقه المناخ وعلاقه البيئه بالمباني. يبقى الف ابن خلدون. 35 للمناخ اثر عظيم على البيئه. المناخ بيأثر على البيئه، ماشي. تغير المناخ في سابق الازمان، ساهم في نشوء. يعني ايه في نشوء؟ يعني في ظهور الحضارات القديمه. يعني ايه حضاره؟ يعني صناعه، يعني زراعه، يعني ناس قاعده، يعني ناس بتصنع وبتزرع وبتتاجر. مش دي الحضاره؟ نتيجه نزوح القبائل من الصحاري الجافه والحاره، وبالتالي ادى لانتظام الري حوالين الانهار. طيب فنشطت الزراعه، يعني الناس بداوا يزرعوا عشان راحوا عند الانهار. طب والزراعه دي ايه؟ ده الزراعه دي مهنه الناس بتعملها. طيب تعالى كده اما نشوف. وبدات الغازات الدفينه تنطلق في الجو. تعبر العبارة عن رأي هانز يوناس، بيتر سينجر، ألدو بولد، ابن خلدون. ده اللي اتكلم في ان البيئة والمناخ ليه أثر في الصناعة الأقوات، هو واحد فقط وهو ابن خلدون. يبقى الإجابة هو ابن خلدون، هي الإجابة الصح. 36 تحتوي مياه البحر الأبيض المتوسط نتيجة لما يطرح فيه من مياه المجاري الكثير من الميكروبات، ماشي، كالتيفود ومرض او ميكروب اسمه الدونسيتاريا وشلل الاطفال واحيانا الكوليرا. يتفق ذلك مع الفكر البيئي عند ابن رضوان، ابن خلدون، لاوتسي، المصريين القدماء. لا، احنا بنتكلم في ان الميه بتجيب مرض الكوليرا، يعني بتجيب امراض واوبئه. يبقى ابن رضوان. السؤال اللي بعده، يقول الفيلسوف بيتر تايلور ان وضع البشر يساوي حاله الحيوانات والحياه البريه، ويجادل بان هم يجب ان يتقاسموا الارض. الحيوان زي الانسان، الارض هيقسموها حته ليا وحته ليك. طيب تتفق المقوله مع فكر مصريين قدماء ابن خلدون، فلسفه طويه، والقدماء المصريين. هنا مصريين قدماء، هنا قدماء المصريين. طيب مين اللي قال ان حاله البشر مساويه لحاله الانسان؟ ده زي ده، مفيش تمايز. الغي الاصطناع اللي انت شغال فيه، ما تعيش دور ان انت الاقوى وان انت الارقى وان انت الاحسن يا عم الحاج. اللي قال الكلام ده الفلسفه الطويه اللي هم الطويين او الصينيين. التنميه المستدامه تعني الربط بين منظومه البيئه الطبيعيه ومنظومه البيئه الاجتماعيه والاقتصاديه. تتفق العبارة السابقة مع الفكر البيئي عنده، وهو لا تمايز. يلا تعالى نحول. لا تمايز ما بين الكائنات الحية، الفلسفة الطاوية. حلي كده في الامتحان. أثر البيئة على صحة الأبدان، ابن رضوان. أثر الهواء في طبائع البشر، ابن خلدون. كده بالظبط. اتساق الوجود الطبيعي وانتظامه، اللي اتكلم في اتساق الوجود الطبيعي وانتظامه هو الفلسفة الطاوية أو الطاو أو الصينيين، كل واحد. طيب انت عايز مين بالظبط؟ هو بيقول لحضرتك التنميه المستدامه، في تنميه بربط ما بين الطبيعه والاقتصاد. يعني ايه اقتصاد؟ يعني فلوس. يعني ايه اقتصاد؟ يعني مهن. يعني ايه اقتصاد؟ يعني عمل. يعني ايه اقتصاد؟ يعني اقوات. يعني ايه اقتصاد؟ يعني صنائع. كل ده مع بعضه مين اللي اتكلم فيه؟ برافو عليك، اللي اتكلم فيه هو اثر الهواء على طبائع البشر، يعني ابن خلدون، هي الإجابة الصح. شفت الحل ازاي؟ تعالى كده السؤال اللي بعديه 39، ده سؤال مقالي. حضر ورقتك، حضر قلمك عشان هتتملى الإجابة، تتعلم ازاي ان انت تحل مقالي. المقالي درجاته مضمونة. يعني ايه؟ اكتر اسئلة درجاتها مضمونة هي المقالي، لان الطالب لو كتب اجابه هي اجابه منطقيه بتحسب ليه بدرجه، لكن الاختيار من المتعدد او الام سي كيو 1 زائد 1 2، يعني هو كمصحح ما يقدرش يساعدك في اي حاجه. لكن 39 اللي هو المقالي لا، تعالى نتعلم ازاي نحله. لا زال هم الكثير من الصناعيين ازدهار منتجاتهم ولو كان ذلك على حساب نوعيه حياه الناس.
اول حاجه في المقالي لازم انت عندك حاجه كده اسمها معطيات وحاجه اسمها المطلوب. اتعلم بقى المعطيات والمطلوب. المعطيات يعني بص كاننا بنحل الرياضه، الجمله اللي هو مديها لك فوق. المطلوب يعني هو عايز ايه. ليه بقى؟ لان من الواقع مع التعامل مع الطلبه شباب هو بيبقى عارف الاجابه. يعني انا عندي طلبه في السناتر هم عارفين الاجابه صح، بس في بعضهم بيكسل ان هو يقرا قفله السؤال، فهو بيقول له دلل على ذلك بمثال، يروح هو محلل له العباره. ده كلام بقوله في كل السناتر، لازم تقرا كويس قوي المطلوب. يعني انا ما ينفعش اقول لك هات مثال تقول لي حلل، ما ينفعش اقول لك حلل تديني مثال، ما ينفعش اقول لك ادخل الاوضه دي هات لي من مراحل تعامل الانسان مع البيئه فانت تجيب لي من الفلاسفه. لا، انا بشوفه عايز ايه كويس قوي. طيب عايز ايه؟ تشير العباره لاحد مراحل تعامل الانسان مع البيئه، دلل على ذلك بمثال. يبقى هو عايز المرحله، هو قال لي ما قاليش انا بكتب له المرحله. هم الكثير ازدهار منتجاتهم ولو على حساب نوعية حياة الناس. يبقى أنا هكتب كده المرحلة هي، وحط نقطتين، القهر والاستبداد. طيب عايز ايه؟ قال لي دلل، اكتب المثال. مثال اللي في الكتاب لا، حتى لو في امثله موجوده في الكتاب بتكتب مثال من عندك، ورقه والقلم واكتب. يلا هتكتب كده بالظبط زي ما احنا قلنا. المرحلة هي القهر والاستبداد. المثال هو يلا إلقاء مخلفات المصانع في مياه نهر النيل مما أدى إلى نفوق أو موت الحيوانات، مما أدى إلى تلوث المياه، مما يؤدي إلى تدهور الثروة السمكية. يبقى أنا كتبت مثال على القهر والاستبداد مش موجود في الكتاب. طيب تعالى كده نشوف السؤال 40. سكان المدن هم من يعيشون على التجاره والصناعه وهم الاكثر رفاهيه وترف وفساد. تجسد العباره السابقه الفكر البيئي عند احد المفكرين العرب، دلل بمثال. طب انا احل السؤال دوت كده ازاي بالظبط؟ اكتب بقى عندك هو عايز مفكرين عرب، يبقى انا هقول الاجابه هو عبد الرحمن ابن خلدون. عايز ايه؟ دلل بمثال. هقول عبد الرحمن ابن خلدون. المثال سكان الصحراء. سكان الصحراء هو عايز اكثر رفاهيه وترف. سكان الصحراء بيتميزون بطبع العناد، التشبث، الاعتزاز بانفسهم. يبقى دوت مثال عبد الرحمن ابن خلدون. طب مثال تاني لعبد الرحمن ابن خلدون، ان الصحراء الغربيه غير صالحه للحياه، اما الحياه على ضفاف النيل هي صالحه للحياه وصالحه لاقامه المجتمعات العمرانيه. انا كده كتبت له مثال بدل مثالين بدل مثال واحد. ده كان 40 سؤال كده. احنا بنحاول ان احنا نطبق الجزء اللي احنا خدناه. اتمنى ان شاء الله تكون ان انا افدتكم وكنت مبسوطه ان انا معاكم. مستنينا في الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله، هنكمل باقي البيئه ونحل عليها اسئله قويه. تحضر الكتاب بتاعك او تحضر الكشكول اللي احنا بنكتب فيه. ان شاء الله باذن الله هنجيب درجات كويسه مع بعض. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.